السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي، يلا بينا ندخل مع بعض المطبخ نجهز أحلى نوعين بطاطس بالدقة والخلطة كده، تحفة تحفة تحفة، ومفدوغة كده مقلية بصراحة رائعة 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 إن شاء الله يا حبايبي. شوفوا أرمشها من بره ومن جوه نتيجة الفدغة اللي احنا فدغناها. يلا مع بعض ندخل المطبخ ونشوف جهزناها بالجمال والتحفة واللون الرائع ده ازاي. شوية سلطة خضرة كده، يلا بينا نجهزهم مع بعض ونشوف عملناهم ازاي. ان شاء الله يا حبايب قلبي، ان شاء الله النهارده معانا البطاطس الصغيره او البيبي او المتوسطه ديت بالحجم ده بالشكل ده، ولو اصغر كمان بتبقى احلى وافضل يعني، بس دي اللي كانت متاحه في السوق. ان شاء الله هنعمل بها نوعين اتنين من البطاطس، مفدوغه ومدحرجه. هنشوفها ازاي مع بعض. اول خطوه هنعمل فيها ان احنا حاطين ميه على النار، هنشوف هنحط ايه في الميه وهنسلقها مع بعض. الميه يا حبايب قلبي بتغلي على النار اهو بالشكل ده. هنضيف بقى فيها البطاطس بسم الله. هنحط بقى يا حبايب قلبي في البطاطس عشان ما تنهريش معانا. هنحط فيها اول حاجه معانا الملح بسم الله عشان تطعم ويبقى قلب البطاطسايه له طعم من جوه، ما يبقاش مهما بعد كده بنملحها بتفضل عدبه كده وميعه ملهاش طعم. هنحط ملح بقى على حسب كميه البطاطس اللي احنا هنسلقها. ومعايا برضو يا حبايب قلبي عشان تفضل البطاطسايه محتفظه بالقرمشه بتاعتها كده وما تتهريش معانا، معلقه سكر. هنغطي عليها بقى يا حبايب قلبي لحد ما تستوي، ونشوف بعد كده هنجهز لها ايه وهنصنفها ازاي. هناكل بقى ان شاء الله احلى بطاطس بتاعت الزمن الجميل بتاعت امهاتنا وجداتنا، والله وكانت بتبقى احلى اكلات يا حبايبي. هناخد واحده كده يا حبايب قلبي نعمل لها اختبار شوف، عشان مش عاوزينها تنهري معانا. بسم الله. دخلت فيها الشوكه بسهوله، يبقى كده كفايه عشان ما تتهراش في الميه معانا. هنطفي النار ونكب الميه ديت ونحط لها ميه بارده ونقشرها ان شاء الله. هنقشرها بقى يا حبايب قلبي بالشكل ده، تقشر معانا بسهوله جدا كده يا حبايب قلبي. هنقشرها بقى بالشكل ده كده. حبايبي قشرتهم بالشكل ده، خليت الاصغر شويه كده، الصغيره كده قوي يبقى انا بفدخها كده، ولو اصغر من كده كمان بتبقى احلى. بفدخها كده يا حبايب قلبي براحه ايدي، بعملها بالشكل ده. ودي بحمرها بتبقى بتطعم من جوه ومن بره كده وبتبقى طعمها حلو. واللي زي دي الكبيره كده شويه، او لو اكبر من كده برضو عادي، بقسمها نصين اتنين بالشكل ده كده يا حبايبي. هعملها الكميه دي كلها كده اقسمها، وديت هفدخها ونكمل وصفتنا. حبايب قلبي هنعمل جزء بالدقة والجزء التاني المحمر ده هنا في الزيت العادي هنعمله. وهنا حطيت معلقتين زبدة وعليهم معلقتين زيت بالشكل ده، وهولع عليهم النار. الزبدة بالزيت قدحوا بالشكل ده يا حبايب قلبي. هبدأ أضيف البطاطس هنا كده بسم الله. حطيتها بالشكل ده كلها يا حبايب قلبي. هغطي عليها بقى عشان تحمر من الجهة اللي تحت، وبعدين أرجع أقلبها. على ما البطاطس تحمر يا حبايب قلبي هحط بقى هنا، هجهز الدقة بتاعتي. فصين توم حسب الرغبة، اللي في ناس ما بتحبش التوم ما يكتروش، او يعني ما بيحبوش كمية كبيرة عادي براحتكم يعني بكمية التوم. ومعايا هنا فلفل يا حبايب قلبي، ده بس الاحمر ده اللي سبايسي وده بارد. والرغبة برضو ليكوا انتوا، اللي بيحب السبايسي كتير يكتر، بيحب البارد يكتر. احط شوية كمون بقى يا حبايب قلبي، ما كترش قوي عشان ما يمررش معايا. واحط ملح، واعمل حسابي ان انا في البطاطس في السليق فيها ملح. فلفل اسمر يا حبايبي بالشكل ده. وهبدأ بقى أدوقهم كده. احنا هنعمل دقة بلدي خالص بتاعت الزمن الجميل، بيبقى لها طعم ونفس تاني خالص. هقلبها كده بالشكل ده يا حبايب قلبي، بدأت تحمر بالشكل ده كده، اقلبها على الجهة التانية. احط برضو يا حبايب قلبي معلقة هريسة شطة، واحط شوية خضرة، وهدقهم بقى تاني كمان دقة كده خفيفة. هنحط معلقة خل يا حبايب قلبي على الدقة دي بقى اللي ما فرغناها دقناها وحطيناها في البولة الصغيرة ديت. هنحط معلقة خل وليمونة. اعصر نص ليمونة يا حبايبي. عصرنا نص ليمونه يا حبايب قلبي بالشكل ده. ناخدها بقى ونطلع على البوتاجاز على البطاطس بعد ما بقت بالجمال ده كده. هنضيف عليها الدقه دي بقى ونسيبها تشرب مع بعضها كده بسم الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنغطي عليها بقى يا حبايب قلبي كده تشرب الصوص الروعه ده والدقه الجميله دي. والله داخلين من بره يقولوا الله الله كده يعني، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تعملوها وتجربوها
يعني برغيف عيش بقى كده، يعني مش عاوزه حاجه جنبها. اطفي عليها بقى كده يا حبايب قلبي واعمل النوع التاني. حطينا الزيت يا حبايب قلبي هنا على النار، واتاكدنا انه قدح تماما. هنحط بقى البطاطس اللي احنا فدغناها بالشكل ده كده براحه ايدنا، بس ما نضغطش عليها قوي عشان ما تتفتولش مننا. وما نعملش كده لو يعني هي دافيه، ولا هي سخنه قوي، ولا بعد ما تبرد. لو بردت هتتهرى كلها. هنضيفها بقى كده بالشكل ده كلها في الطاسه. نبدا نقلبها كده يا حبايب قلبي ونشوف. واهم حاجه ان تكون البطاطس بطاطس تحمير، عشان ما تتحرقش معانا وتبقى طريه. احنا عاوزينها تتحمر من بره ومن جوه كده وتبقى مقرمشه. الفدغه دي يا حبايب قلبي والله بتخلي طعمها تحفه، بتاخد طعم التحمير بقى من بره ومن جوه كده جميله. قبل ما نطفي بقى كده هنحط مع حبه صغيرين كده بس طماطم. لو بنحب كتير هنكترها بالشكل ده كده يا حبايبي. هنبدأ نطلعها يا حبايب قلبي بالشكل ده. سامعين بقى الفتغة دي بتخليها تقرمش كده، وسامعين الصوت؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة. هبدأ أحط الكمية التانية يا حبايب قلبي ونقدمها مع بعض. حمرنا يا حبايب قلبي ديت اهيت، ودي إن شاء الله هفرخها ونقدمها مع بعض بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم الريحة قلب البيت تحفة. مش كل الأكل لحمة ولا فراخ، يعني أحلى أكلة التحابيش ديت أحلى من اللحمة وأحلى من الفراخ ألف مرة. وخاصة لما تكون بالخلطة الجميلة ديت. إن شاء الله هتدوقوها وتعملوها كده وتجربوها وهتدعوا لي إن شاء الله. والمحمرة دي يا حبيب قلبي اللي هي مفضوغة دي والله تحفة. شايفين يا حبيب قلبي القرمشة؟ شايفين؟ داخلة بقى وكلها من بره ومن جوه متحمرة بالشكل التحفة ده الرائع ده. إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وجربوها كده وتقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسونيش من دعوة حلوة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. حبايب قلبي ممكن تتاكل بالعيش وممكن تتاكل بالرز، وممكن دي تتاكل بالرز برضو لوحدها يعني، خلاف العيش. تحفة والله يا حبايبي، يعني زي ما انتوا هتحبوا تاكلوها. الغموس بقى ده حاجة بترجع لكم انتوا. ان شاء الله تجربوها كده يا حبايب قلبي وتقولوا رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.